في بداية فيلمنا بنشوف روبوتنيك اللي كان لسه موجود على كوكب الفطر من الجزء الأول، واللي ما شافش الجزء ده يروح يشوفه. وكان لسه معاه شعرة سونيك وبيعدي 243 يوم على وجوده في الكوكب. وفي الفترة دي كان قادر يصنع آلة باستخدام شعرة سونيك، والمفروض الآلة دي هترجعه لكوكب الأرض. بس خطته مش بتكتمل زي ما كان مخطط، وبيحصل انفجار طاقة كبير وروبوتنيك بيغمى عليه، والآلة بتبقى فتحت بوابة لعالم تاني وبيخرج منها جنود شكلهم غريب وكانوا بيقربوا من روبوتنيك. بس روبوتنيك فجأة بيصحى وبيفعل الفخاخ اللي كان عاملها وبيقضي عليهم جميعاً، وبعدها بيجري ناحية البوابة، لكن فجأة بيخرج منها كائن شبه سونيك واسمه ناكلز، وبيشوف شعرة سونيك مع روبوتنيك وبيسأله جبت الشعرة دي منين؟ روبوتنيك بيقول له أنا جبتها من كائن لونه أزرق على كوكب الأرض وأقدر أوصلك ليه بسهولة. وبننتقل بعدها لولاية سياتل وبنشوف الشرطة بتطارد حرامية سرقوا عربية البنك، وسونيك شاف المطاردة وقرر يتدخل وبيروح لعربية البنك وبيضرب السواقين وهو بياخد أماكنهم، وبيسيطر على العربية وبيعمل المناورة بيها علشان يوقف الحرامية اللي في شنطة العربية. وبسبب اللي عمله الفلوس طارت من العربية، وبيتوتر لما بيشوف إن في قنابل في العربية قربت تنفجر. فسونيك بيحاول يوقف العربية بس الفرامل ما كانتش شغالة، فيضطر يرمي القنابل في صندوق الزبالة علشان بالشكل ده محدش هيتأذي من الانفجار. وبعدها بيلاحظ إن العربية هتصطدم بعربية الآيس كريم، فبيمسك مفك وبيستخدم سرعته الخارقة وبيفك العربية تماماً، وبالطريقة دي قدر يتجنب الاصطدام بعربية الآيس كريم، وكمان ساعد البوليس في القبض على الحرامية. وبعد ما أنجز المهمة دي رجع لبيته في مدينة جرين هيلز، وبيطلع ريشة البومة لونج كلا اللي كانت بتربيه وبيفتكر أيامه معاها وبتوحشه جداً، وبيقول أنا هخليكي فخورة بيا. وبعدها كان داخل ينام بس مادي بتخش عليه وبتصحيه وبتفكره إنه عنده رحلة صيد مع توم، فسونيك بيضطر يروح الرحلة دي. وأثناء ما كانوا بيصطادوا سونيك بينام من التعب وبيقع في المية، وتوم بيطلعه بسرعة لأن سونيك مش بيعرف يعوم، وبيقول له أنا دخلت أوضتك امبارح بالليل وما لقيتكش موجود، ولقيتك سايب دبدوب شبهك، وعرفت إنك رحت ولاية سياتل علشان تحارب الجريمة. وبيوريه الأخبار وهي بتتكلم عن اللي حصل امبارح، وبيقول له ما ينفعش تكشف نفسك بالشكل ده قدام الناس، انت كده بتكشف عن هويتك، ده غير إنك بتسبب الفوضى وراك زي الفلوس اللي طارت من العربية، وكمان بتعرض حياة الناس للخطر. وسونيك بيتضايق من كلامه لأن حلمه إنه يبقى بطل خارق، فتوم بيقول له أنت لسه صغير ولازم تستنى لما تكبر شوية وتبقى ناضج علشان تقدر تنقذ العالم من الجريمة. وفي آخر الأسبوع توم ومادي كانوا مسافرين هاواي علشان يحضروا فرح ريتشل أخت مادي، وبدل ما يركبوا القطر بيطلبوا من سونيك يفتح لهم بوابة توصلهم لهاواي، وبعدها بيسلموا على بعض، وسونيك بيدي لتوم خاتم هيساعده في الرجوع لجرين هيلز. وبكده سونيك هيفضل في البيت لمدة 48 ساعة لوحده، وبيقرر يعمل كل حاجة كان نفسه يعملها في البيت. وعلى الجانب الآخر في المدينة بتتفتح بوابة وبيخرج منها كائن شبه سونيك اسمه تيلز، وكان معاه جهاز بيقدر يعرف مكان سونيك وبتستخدمه وبتطير على مكانه. وبالليل سونيك كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وفجأة النور بيتقطع وبيسمع صوت مخيف جاي من بره البيت، فبيقرب من الباب وبيشوف مقبض الباب بيتدمر والباب بيتفتح وبيظهر روبوتنيك. وسونيك بيقول له أنا مش عارف أنت رجعت إزاي، بس أنت ارتكبت غلطة كبيرة إنك تيجي لهنا. وبيجهز علشان يضربه وبيجري عليه، بس بيظهر ناكلز وبيضرب سونيك وبيطيره، وبعدها بيدمر بيه البيت. وسونيك بيجري عليه بسرعة شديدة، بس ناكلز بيقدر يوقفه بإيده وبيمسكه وبيقول له أنا هنا علشان أعمل فيك اللي أجدادي فشلوا فيه واستعيد القوة اللي اتسرقت من قبيلتي. وسونيك ما كانش فاهم هو بيتكلم عن إيه. وقبل ما ناكلز كان هيضرب سونيك بتظهر عربية شرطة وبتخبط ناكلز، واللي سايقها كانت تيلز وبتخلي سونيك يركب معاها وبيتحركوا بسرعة من عندهم، وناكلز بيطاردهم. وتيلز بتعرف نفسها لسونيك وبتقول له شرف ليا إني أقابلك يا سونيك، وبتعرفه إن ناكلز ده أخطر محارب في المجرة وهو جاي علشان يسرق
حجر الزمرد، وإنت يا سونيك الحل الوحيد للوصول لمكان الحجر. والاتنين كانوا معتقدين إنهم هربوا من ناكلز، بس ناكلز فجأة بيظهر وبينط على العربية، وتيلز كان عندها فكرة للتخلص منه وبتخبط في السور وكانوا هيقعوا، بس تيلز بتمسك سونيك وبتطير بيه لبعيد، وناكلز بيخرج من العربية قبل ما كانت هتنفجر. وبعدها بيوصل روبوتنيك وبيشوفهم طايرين بعيد وبيتصل بالمساعد بتاعه وبيأمره يبعت له أسلحته، وفعلاً بيبعت له طيارات الدرون بتاعته بعد ما اتطورت أكتر، وبيبعتهم لعند ناكلز وبيقول له أنت جبت سيرة قوة معينة اتسرقت منك، أنا عايز أعرف إيه القوة دي. ناكلز قال له دي حاجة ما تخصكش، إحنا اتفقنا إني أهربك من كوكب الفطر وإنك توصلني لسونيك، فكده إحنا خالصين. روبوتنيك بيعرض عليه تحالف جديد وبيقول له أنا هساعدك إنك توصل لقوة الزمرد اللي أنت عايزها وإنت تستخدمها للقضاء على سونيك، وناكلز بيوافق على التحالف. أما سونيك فبياخد تيلز لبيت ضابط اسمه واد وبيطلع خريطة وكان فيها رمز الزمرد، وفجأة رسمة الحجر بتنور وبتظهر هالة على شكل لونج، وسونيك كان مبسوط إنه شافها تاني وبتقوله لو أنت شايفني دلوقتي يبقى أنا حصلت لي مشكلة وأتمنى إنك تكون وصلت للأرض. أنا اخترت أوصلك للأرض لسبب مهم، لأن الأرض موجود فيها حجر الزمرد الكبير، وعن طريق الحجر ده الأفكار ممكن تتحول لحقيقة، ولو وقعت في الإيد الغلط الكون كله هيبقى في خطر كبير. أنا كان عليا مسؤولية حماية حجر الزمرد، ودلوقتي المسؤولية دي هتبقى عليك أنت. امشي ورا الخريطة وهتلاقي الحجر، وبعدها لونج بتودعه وبتختفي، وسونيك بيتعهد إنه مش هيخيب أملها، وبيعرف من الخريطة إن في بوصلة في سيبيريا والبوصلة دي هتوصلهم للحجر، فسونيك بيفتح بوابة لسيبيريا، ولما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا إن الجو فيه عاصفة شديدة، فبيقرروا يخشوا لأقرب مطعم وبيقعدوا يطلبوا حاجة ياكلوها. وتيلز بتقوله أنا بدأت أراقبك من ساعة ما عملت مجال مغناطيسي في ملعب البيسبول، ولما عرفت إن ناكلز جايلك قررت إني لازم آجي علشان أحذرك. وسونيك بيتفاجئ وبيقول لها أنتِ رائعة، وبعدها بيرد على رسالة بعتها له توم، بس بيطلع إن مش توم اللي بيكلمه، وده ستون المساعد بتاع روبوتنيك. وستون بيسأل روبوتنيك إحنا ليه شغالين مع الكائن اللي اسمه ناكلز؟ روبوتنيك قال له بمجرد ما نلاقي الزمرد هنتخلص منه، لأني أتوقع إن الزمرد ده هيشغل أعظم اختراعاتي. وبيكملوا كلامهم وبيعرفوا يتتبعوا مكان سونيك وبيعرفوا إنه في سيبيريا، فبيقرروا يروحوا وراه على هناك. وبعدها الأكل بينزل لسونيك وتيلز بتقول ده مش الأكل اللي أنا طلبته، وبتستخدم الجهاز اللي معاها في الترجمة، بس الجهاز بيترجم غلط وبيقول شتيمة للويتر، والويتر بتتضايق وبتلم كل الناس حوالين سونيك وتيلز، وسونيك بيطلع يقول لهم في سوء تفاهم، والناس بيشيلوا اللبس اللي لابسينه وبيعرفوا إنهم مش بشر وبيمسكوهم علشان يرموهم في النار، بس تيلز بتنقذ نفسها هي وسونيك وبتقول للناس كلمة بالروسي معناها إنها عايزة تخش في تحدي، فالناس بتهدى وبتسيبهم، ولو سونيك وتيلز فازوا بالتحدي هيقدروا يمشوا بسلام، لكن لو خسروا هيتحرقوا. وسونيك بيقترح على تيلز إنهم يجروا من هنا، بس بيكتشفوا إن الخريطة مع الويتر، فيضطروا يخشوا التحدي ضد الشخص ده علشان يرجعوا الخريطة. والتحدي كان عبارة عن مباراة رقص، والخصم بتاعهم بيعمل العرض بتاعه، وسونيك وتيلز بيعملوا عرض قوي وبيقدروا يفوزوا، وخصمهم بيتصدم من أدائهم، والناس بيحتفلوا بسونيك وتيلز. وبعدها تيلز بتحضن سونيك علشان فرحانة إنها بقى عندها صديق، وبتحكي له وبتقول له وأنا صغيرة محدش كان بيصاحبني علشان ديلي غريب وكانوا بيبعدوا عني، بس أنت كمان كنت غريب لأنك أسرع كائن في المجرة، ففكرت إن الإنسان يكون غريب دي حاجة عادية، وادتني إلهام إني أسيب قريتي واجيلك علشان أساعدك في مهمتك. وسونيك بيتبسط من كلامها وبيقول لها أنا مبسوط إنك معايا، وبيناموا هنا الليلة دي. وتاني يوم الصبح بيسافروا عبر الجبال وبيوصلوا للكهف اللي على الخريطة، وبيشوفوا بوابة بيرة قدامهم، وتيلز بتترجم الكلام اللي مكتوب، وإن من قرون عديدة اجوا بعض المحاربين من قبيلة أكندا ودمجوا أحجار الزمرد السبعة علشان يصنعوا سلاح قوي، واللي هو حجر الزمرد الكبير، ولو أي حد استخدم الحجر ده يقدر يهزم جيش بحاله. بس قبيلة الطيور كانوا
شايفين إن مفيش حد يستحق يمتلك القوة الهائلة دي، فسرقوا الحجر من محارب قبيلة أكيندا وقرروا يحموه من قوى الشر، والحجر فضل تحت حماية لونج. وبعد ما سمعوا القصة دي بيتقدموا شوية وبيشوفوا باب عملاق على شكل بومة، وسونيك بيتقدم وبيشوف بعض الرموز وبيحرك الرموز دي زي ما مكتوب على الخريطة، وفجأة التمثال بيتحرك وبيخرج منه البوصلة اللي هتوصلهم لحجر الزمرد. لكن فجأة بيشوفوا طيارات الدرون حواليهم وبيخش عليهم روبوتنيك وناكلز، وروبوتنيك بيضرب على سونيك صاروخ، بس سونيك بياخده وبيرميه على ناكلز وبيدمر الطيارة دي في سكته. وبيخرجوا من الكهف وبيتفق مع تيلز إن هي تطير وهو هياخدها جري، وطيارات الدرون بتطارد سونيك وبتحاول تضربه بالنار، وسونيك بيرمي عليهم كور تلج وبيقدر يتخلص منهم، بس هم كانوا كتار وبيفتحوا الليزر عليه، وسونيك بيستغل سرعته الفائقة وبيعدي من الليزر بمنتهى السهولة. لكن ناكلز بيوصل وبيقاتل سونيك وبيأمره يسلم له البوصلة، وسونيك بيرفض وبيتريق عليه، فناكلز بيضربه، وسونيك كان هيقع من على التل والخواتم كلها بتقع منه، وبيقول لناكلز انت وقابلتك كلكم ناس أشرار وما تستاهلوش حجر الزمرد، وناكلز بيقول له أنا خسرت كل شيء بسببك، وبيحكي له إن قابلته زمان كانوا بيطاردوا لونج في اليوم اللي ودت فيه سونيك للأرض، وفجأة بيقطعهم جهاز كهربائي تيلز رمته على ناكلز، وسونيك بيروح يطمن على تيلز علشان تيلز تهمه أكتر من البوصلة، وناكلز بيعجبه إن سونيك فضل تيلز عن البوصلة، وبيتصدموا لما بيشوفوا إن الجبل الجليدي بينهار، وروبوتنيك بيهرب مع ناكلز، وسونيك بيشيل تيلز وبيهرب بيها، بس ما كانش عارف يجري بسرعته القصوى لأنه شايل تيلز. وعلى الجانب الآخر ريتشل أخت مادي كانت بتتجوز، وسونيك بيتصل بتوم في وقت الفرح وبيطلب منه يستخدم الخاتم اللي اداهوله ويفتح بوابة وينقذهم، وبيفهمه إنه لازم يعمل كده بسرعة وإلا هيموتوا، فتوم بيطلع الخاتم بسرعة وبيرميه، بس مش بيحصل حاجة، وبيتضح إن الخاتم اتبدل مع خاتم العريس، فبيروح للعريس وبيطلب منه يبدل الخواتم، بس ريتشل بتقول لعريسها يطنش توم لأنه مجنون، فتوم بيضطر يضرب العريس وبياخد الخاتم وبيفتح بوابة لسونيك، وسونيك بيخش عليهم بالانهيار الجليدي والناس بتغرق في التلج، وسونيك بيحكي لتوم إن روبوتنيك رجع وبيحكي لهم بشكل سريع كل اللي حصل، وبيحاول يصحي تيلز اللي فقدت الوعي، بس فجأة شبكة كهربائية بتترمي عليه، واللي رماها كان العريس، لأنه بيطلع إنه أصلاً ضابط مباحث وأصحابه هم قادة جيش متخفيين، وهدفهم من البداية كان القبض على سونيك. وريتشل كانت في قمة الحزن لأن عريسها طلع بيكذب عليها، والمباحث بتقبض على سونيك وتيلز، وتوم لما بيتدخل علشان ينقذه الضباط بيمسكوه وبيقبضوا عليه، ومادي بتقول لقائد الجيش سونيك مش خطر على الكوكب، سونيك بيساعدنا، فقائد الجيش قال لها بسبب اللي حصل في سان فرانسيسكو اتشكلت وحدة حربية جديدة لحماية الكوكب من الفضائيين، فمادي بتتفاجئ وبتقول له روبوتنيك رجع تاني للأرض، وسونيك وتيلز هم الوحيدين اللي كانوا هيقدروا يوقفوه، والقائد بيبلغ في الجهاز بالبحث عن روبوتنيك والقبض عليه، وجوجو بتدي لمادي شنطة سونيك واللي كان جواها الأجهزة بتاعة تيلز، ومادي وريتشل بيقرروا يتعاونوا سوا، والمباحث بتاخد سونيك واللي معاه وبيحبسوهم في إحدى الأوض في الفندق، ومادي وريتشل بيوصلوا للفندق، وريتشل بتطلع جهاز من شنطة تيلز وبترميه على الضابط اللي واقف بره، وبيطلع إن الجهاز ده بيعمل حقل مضاد للجاذبية وبيطير الضابط بعيد، وبيتفقوا إن مادي تخش تنقذ سونيك وتوم، وريتشل تروح تنتقم من عريسها اللي ضحك عليها، بس عريسها اللي اسمه راندل كان ندمان على اللي عمله معاها وبيتأسف لها على اللي حصل وبيعرفها إنه فعلاً بيحبها وهي بتسامحه. أما مادي فبتروح تحرر توم وسونيك وتيلز، وفي نفس الوقت كان روبوتنيك قادر يوصل لمكان حجر الزمرد باستخدام البوصلة، وبتظهر إضاءة ورموز خضراء في الأرض، والإضاءة بتتحرك للبحر وبيحصل انفجار في المية وبيتفتح طريق لروبوتنيك لمكان الزمرد، وسونيك بيشوف الشعاع الأخضر اللي في السماء وبيقرر يروح لوحده ويوقف روبوتنيك علشان محدش يتأذي من صحابه، وتيلز كانت عايزة تلحقه بس مش بتقدر لأنها تعبت جدا، وسونيك بيوصل لحافة المية وبيشحن نفسه بطاقة كبيرة بحيث إنه يجري على المية بسرعة شديدة، بس الموج كان شديد وكان في عاصفة في البحر، وسونيك كان خايف من العاصفة وبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه وصل عند المعبد اللي فيه الحجر، وفي نفس الوقت كان روبوتنيك وناكلز بيهربوا من الفخاخ اللي في المكان، وناكلز بيستخدم قوته في عملية إنقاذهم،
وبعدها بيلاقوا نفسهم وصلوا للمتاهة، وروبوتنيك بيستخدم طيارة درون صغيرة علشان تعمل مسح للمكان وتقول لهم على الاتجاه الصح. أما سونيك فبيفهم إن المكان مليان فخاخ، فبيستخدم سرعته وبيهرب من الفخاخ كلها. وبعد دقايق كان روبوتنيك وناكلز وصلوا عند الحجر وبيتقدموا ناحيته، بس روبوتنيك كان بيجهز علشان يخونه ويتخلص منه، لكنه بيتراجع لما بيلاقي إن سونيك دخل عليهم. وسونيك بيقول لناكلز لو عايز الحجر يبقى لازم تعدي مني الأول، وهما الاتنين بيجروا ناحية بعض وبيبدأوا يتقاتلوا. بس ضربات ناكلز كانت قوية، وسونيك مش بيستسلم بسهولة وبيستخدم سرعته الفائقة وبيضربه بكل قوته. بس كل ده مش بيأثر في ناكلز وبيكملوا القتال. وفي نفس الوقت روبوتنيك كان رايح يسرق الحجر، وسونيك بينبه ناكلز إن روبوتنيك هيسرق الحجر. ولما ناكلز بيبص بيعرف إن كلام سونيك صح، وبيقول لروبوتنيك إحنا ما اتفقناش على كده. روبوتنيك قال له أنت ساذج جداً علشان تثق فيا، فناكلز قال له أنا كنت معتقد إن إحنا أصحاب. روبوتنيك بيضحك وبيستهزئ بيه وبيقول له أنا مش بحب الأصحاب. وبعدها بياخد حجر الزمرد وبيحصل على قوته وبيختفي من المكان، والمعبد بيبدأ يتدمر. وسونيك كان هيهرب بس بيشوف ناكلز بيموت، فينزل المية وبيشيل الصخرة من عليه وبينقذه. لكن المشكلة إن سونيك ما كانش بيعرف يعوم، فناكلز بينزل علشان ينقذه، وبكده الاتنين أنقذوا بعض والعلاقة ما بينهم بتتحسن. وتيلز بتوصل لهم بطيارة، وسونيك بيعرض على ناكلز إنهم يكونوا أصحاب وبيمدله إيده، وناكلز بيوافق وبيسلم عليه. وعلى الناحية التانية الضابط ويد كان داخل إحدى الكافيهات في مدينة جرين هيلز، بس بيكتشف إن ستون المساعد بتاع روبوتنيك شغال جوه وبيساعده في شغله، فويد بيقتحم عليه المكان وبيقبض عليه وبيربطه في مكانه. لكن فجأة روبوتنيك بينتقل للمكان بمنتهى السهولة وبيفكك الكلبشات من إيد ستون، وستون بيقول له الجيش محاوط المكان بره وهم موجودين علشان عايزين يقبضوا على روبوتنيك. والقائد وتوم ومادي بيوصلوا، وروبوتنيك بيخرج قدامهم وهو طاير، والقائد بيؤمر روبوتنيك يسلم نفسه، بس روبوتنيك بيوريهم مدى قوته وبيفكك الدبابة بسهولة ويدمرها، وبعدها بيفكك الطيارات والعربيات. ولأن قوة الزمرد هي تحويل أفكار لحقيقة، روبوتنيك بيسحب قطع الطيارات والدبابات وبيصنع منهم رابط عملاق، وروبوتنيك كان جوه الرابط وهو المتحكم فيه، وكل الناس بتتصدم من اللي هم شايفينه. وبعدها بثواني بتوصل طيارة عليها سونيك وتيلز وناكلز، وما كانش عندهم فكرة هيحاربوا الروبوت ده ازاي. وروبوتنيك بيضرب عليهم صواريخ كتير، بس تيلز بتقدر تتفاداهم، وناكلز بينط من الطيارة وبيجري على الروبوت علشان يضربه، بس الضربة مش بتأثر فيه نهائي. وروبوتنيك بيضرب سونيك بصاروخ وبيطيره بعيد، وتيلز بتضرب الروبوت بالنار، بس الروبوت بيدمر الطيارة بكل سهولة. وسونيك بيرجع بالصاروخ اللي اتضرب عليه وبيصيب بيه رجلين الروبوت، بس برضه مش بيأثر فيه. والتلاتة بيتجمعوا بيفكروا في حل، وبيقرروا يتحدوا ويقاتلوا سوا ويستغلوا ذكاء تيلز وقوة ناكلز وسرعة سونيك. بس الروبوت بينزل عليهم بشلال من طيارات الدرون، والتلاتة بيدمروا الطيارات على قد ما يقدروا، وبيحطوا خطة معينة إن سونيك يشتت روبوتنيك وتيلز وناكلز يستغلوا الموقف ويضربوه، وكل واحد بيجري في اتجاه. وفعلا الروبوت بيطارد سونيك، وناكلز وتيلز بيطلعوا على الروبوت من غير ما يحس، والروبوت بيفضل يضرب سونيك بشعاع الليزر، وفي الآخر بيقدر يصيبه وبيوقعه من على الجسر. وفي الوقت ده تيلز بتقتحم الروبوت وبتنسخ نفسها لنسخ كتير، وبتشتت روبوتنيك وبتدي فرصة لناكلز إنه يطير ويضربه، وبيطير منه حجر الزمرد، وبالتالي روبوتنيك بيفقد قوته والروبوت بيقع على الأرض. وسونيك بيفوق وبيشوف الحجر وقع قدامه، لكن روبوتنيك بيشغل الروبوت بالطاقة الاحتياطية وبيتقدم ناحية الحجر. وسونيك كان بيعافر للوصول للحجر، والروبوت كان هيدوسه، بس توم ومادي بيعدوا في الوقت المناسب وبينقذوه. والروبوت بيضرب الأرض وبيطير عربياتهم، والتلاتة بيخرجوا منها بسلام. وسونيك بيحاول يستخدم الحجر علشان يهزم روبوتنيك، لكن فجأة الحجر بيتفتت وبيتحول للسبع أحجار الأصليين، والروبوت بيعمل حلقة نار حواليهم. وسونيك بيطلب منهم يمشوا علشان يكونوا في أمان، بس هم بيقولوا له إحنا مش هنتحرك من مكاننا علشان إحنا عائلة. والروبوت كان هيدوسهم برجله، لكن الأحجار بتتحد وبتخش جوه سونيك، ولونه بيتحول للون الأصفر، وبيشيل رجل الروبوت، وبيبقى اكتسب قوة كبيرة وبيطير ويدمر رأس الروبوت بسهولة. وبيقول لروبوتنيك أنت خلاص أمرك انتهى. وروبوتنيك بعد ما اكتشف إنه خلاص خسر بيحاول يستعطف سونيك وبيقول له تعالى نفتح صفحة جديدة، بس بيطلع إنه كان بيشتته علشان يضربه بإيد الروبوت، بس سونيك بيوقف إيده بسهولة تامة، وبعدها بيطير وبيخترق الروبوت ويدمره تماما. وروبوتنيك بيتهزم للمرة
التانية، وسونيك بعدها بيخرج الأحجار من جواه وبيرجع لشكله الطبيعي، وتوم ومادي بيحضنوه، وتيلز بتسأله ليه تخليت عن الأحجار؟ أنت بيهم هتبقى أقوى كائن في الكون. فبيقول لها علشان لازم أنضج أكتر الأول زي ما توم قال. وناكلز بيجمع الأحجار السبعة مع بعض وبيرجعهم في حجر الزمرد من تاني، وبيقول أنا قضيت حياتي كلها في البحث عن الحجر، بس مش عارف أعمل إيه دلوقتي بعد ما حصلت عليه. وسونيك بيقترح عليهم يشكلوا فريق مع بعض علشان يحموا الكون من أي مخاطر، وبيتفقوا هما التلاتة على كده. وناكلز وتيلز بينضموا لعيلة توم وبيلعبوا بيسبول سوا، وبيروحوا بعدها ياكلوا آيس كريم. وبينما في مكان المعركة القائد والجنود كانوا بيبحثوا عن روبوتنيك، بس ما كانوش لاقيينه واختفى تماماً، وبيتوقعوا إنه مات واتدفن. وبنشوف إن ستون متخفي وسط الجنود، والعميلة دي بتقول للقائد إحنا لقينا ملف مخفي من 50 سنة في قاعدة البيانات بتاعتنا، والملف ده فيه إحداثيات لمنشأة أبحاث سرية، وكان في حد مخبي المنشأة دي بعناية شديدة، وجواها كان في كائن شبه سونيك اسمه شادو، وكان نايم في ثبات عميق لكنه فجأة بيصحى. ولحد هنا يكون الجزء الثاني وصل لنهايته. لو عجبتك الحلقة أتمنى تسيب لنا تعليق علشان أعرف رأيك، وكمان تدعمنا بلايك واشتراك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي.